ايه ده انت بتصورني وانا بشحت؟ وربنا بزعل والنعمه بزعل كده على النت بقى وبتاع عايزك تفرشنا خالص. خدنا سويت شيرت ب 100 جنيه حلو جدا. انا معيش فلوس يا عم محمود. بكام ده يا حبيبي؟ احنا عارف الجنيه المصري احنا معروفين زي هتقفش 30 جنيه على دول ومرضيه. اديداس 130 جنيه. بولو بالتيكت بتاعه ب 150 جنيه. عارف جميل. انا اتصور انا تعالى. لا ما تصورنيش عشان ما تنساش. طب تعالى خلاص خد. فيديو جديد من وكالة. أول ما بيجي قدامنا سيرة الوكالة بيجي في قدامنا الهدوم المستعملة واليعة والمرض والحاجات دي، فاحنا موجودين النهارده في الوكالة علشان خاطر نشوف الموضوع ده بيقول ايه. الوكالة دي بدأت من سنة 60. الناس الأول كانت تجيب شغل من لبنان وبتجيب شغل من أوروبا. بدأت واحدة والناس اتعلمت وبدأ الشغل بقى ينزل على بورسعيد بعد حرب 73. طلعوا بطايق عشان المتضررين في حرب 73. فصارت من هنا بقى تنزل الشغل على بورسعيد البطايق الصنادية واحنا نجيب الشغل هنا نبيعه. اصلها بالمصر الاصل كانت بتاعت بلح. كانت بتجيب المراكب اللي ايه الادوات بتاعت المعمار والبلح والزيار الفخار كانت تجيبها من الصعيد. ايوه هي عشان كده الشهر تسمى وكالة البلح. يعني هي من زمان. طب موضوع ان هي بتاعت قطع غيار والحاجات دي ده بجد؟ قطع غيار مراكب ووايرات والكلام دوت وادوات المعمار. جامد يا عم دفع حاجات ب 10 جنيه في وشي اهي. قصدي تقول ايه؟ اهي بص جوه اهي جاي ب 10 جنيه. جاي لك. ايه اشتريت الناس اللي زي العسل دي بتعملها ب 100 جنيه. الله يعز. خدنا السويت شيرت ب 100 جنيه. ايه بس معاك. امتى الشعب ده يعيش؟ هنعيش كلنا لازم نعيش. امتى يعيش؟ الناس جاده. مشكله من مشاكل الوكاله ان انت لو ما بتعرفش تقيس ماشي. مشكله من مشاكل الوكاله ان انت لو ما بتعرفش تقيس او لو مش عارف مقاسك هتجيب حاجات مش متظبطه خالص عليك، فما تنكسفش اقلع وغير في اي حته والناس ما حدش يتكلم معاك يعني. بص لقيت ايه؟ اديداس 130 جنيه. لا يا اسطى وسع خالص. ستاند كله اديداس ب 130 جنيه. لا اديداس بجد مش اللي هو اديداس من تحت السلم، اديداس براند. بولو بالتيكت بتاعه ب 150 جنيه. ده بكام ده؟ 150 جنيه بولو بالتيكت. الهدوم دي بقى بتوصل لنا في النهايه بتبقى دي كلها براندات من بره مصر او ناس مستعمله، ممكن تكون سكند هاند او ممكن تكون مثلا الستورز نفسها هي اللي بتجيبها لنا، بتبقى خلاص اوت اوف ستوكس او السيزون خلص، فبتوصل لنا احنا في الاخر يعني بتمر بدايره كبيره كده ملخصه ان هي بتوصل لنا هنا عن طريق الموردين والتجار، واحنا بنيجي نشتريها عادي في الاخر، ولا سكند هاند ولا حاجه ولا بيهمنا الكلام ده، بنلبس. شكرا. بس باخد معاك نص ساعه. انت لا انا نص ساعه. ما تنسوش تاخدوا موز وتروقوا على نفسكم في الوكاله. صح ولا ايه؟ تعال شبح. ايه ده انت بتصورني وانا بشحت؟ وربنا بزعل والنعمه بزعل كده. سؤال بول. ناركو ابيض. قتل منك غصب. مش عايز تديها له والله. على عيني. مشكله من المشاكل اللي هنا ان انت علشان خاطر تلاقي قطعه واحده حلوه ليك لازم تفر الستاند كله. ممكن تفر اكتر من ستاند برضه وما تلاقيش حاجه. حلو. جميل. على جوه. طلع فوق. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك. المشكلة ان انت عشان تلاقي حتة واحدة وسط الحتت دي كلها بتضطر ان انت تقلب في حاجات. اكتب بالتيكت بتاعه امريكان ايجل. لا ده امريكان ايجل بجد مش امريكان ايجل كده وكده. ده حاجة نقيسه حلو جميل. 125 جنيه اشتريت. سبت الشباب هنا
الشباب عملت علاقات. الزبون بيتعمل معاه شغل جمله، بيروح الشغل كده يتيجي في زبون. اسمعني طب هقول كلمتين وانت انت عايز تقول. مش فيهم ال 450. انت عارف لو هو مش موجود انا مش هو لو مش موجود انا مش هقدر اطلعهم بالسعر ده. احمد بالنسبه للموضوع بتاع الفصال هنا في اي حته هنا، اي ستاند متسعر ما تفصلش فيه. الحاجات اللي هي بتبقى جوه في المحل من جوه او على ستاند في الشارع مش متسعره عادي ممكن تفصل فيها، بس اي ستاند متسعر نهائي ما تفصلش في اي حاجه متسعره مع اي ستاند. حاولت ابعد عن الدوشه شويه وكده كده الشباب بدات تفيص مني، بس انا كنت حابب اقول لكم نقطه مهمه بقى. وانا ليه اصلا او احنا ليه اصلا بنحاول او بنحب ان احنا نجيب حاجات من هنا سكند هاند او نلبس مكان حد او حاجات احنا اصلا مش عارفين مصدرها جايه منين. باختصار قيمه مقابل سعر كويس قوي، يعني انت بتاخد خامات حلوه قوي بعيد عن اللبس الشعبي بعيد عن اللبس المصري الحاجات المعروفه دي مقابل سعر كويس. يعني انت الحاجات دي لو بتجيبها من متجر او ستوك اصلي زي زارا او H&M او الحاجات دي هتجيبها باضعاف الاسعار اللي انت ممكن تجيبها. القميص ده كان بولند بير 75 جنيه بس زي ما بقول لكم هي المشكله في ان انت بتلاقي الحاجه حلوه قوي بس انت مش مقاسك. مشكله المقاس دي هنا مشكله كبيره. لو حاطط في دماغك ان انت هتجيب حاجه معينه مش هتجيب. يعني انا بنزل هنا او احنا بننزل هنا الوكاله ما بنبقاش حاطين في دماغنا احنا بنجيب ايه، احنا الحاجه اللي بتعجبنا بنجيبها. لازم ننزل الجيم تاني ونجي اخد التيشيرت ده. جميل معاك انا معاك اهو. بص الاسعار هنا ده 25 في 15 في 10 يوم الاحد في 5 جميع الاسعار. طب يوم الاحد ويوم الجمعه ايه الفرق؟ الحد ده بيبقى الساعه 7 الصبح الزبون غلبان مقدر غلبان. ايه الفرق بين الجمعه والحد؟ يعني انا اسمع الجمعه دي بتبقى اول الاسبوع عندنا هنا غير بقى السبت والحد والاثنين. الاسعار انتوا دي؟ اسعار 15 25 اي حد يجي الوكاله يعدي على عم حماده هنا يمس عليه. حبيبي يابا حبيبي يابا نورني حبيبي. بس اليوم كده شبه بينتهي هنا والناس مفرهده مننا ومش عايز الناس تستغرب من موضوع اللبس الكتير والحاجات الكتير دي. لا الحاجات دي مش وحشه، الحاجات دي بيبقى معظمها استجابه للفاست فاشون. والفاست فاشون باختصار هي ان الستورز الكبيره زي H&M وزارا والحاجات دي بتبعت كميات كبيره من اللبس للانفلونسرز والناس اللي عندهم ناس فولورز كتير وكده علشان خاطر يعملوا ريفيوز ودعايه برضو للبراند بتاعهم. الحاجات دي بتتلبس مره واثنين وثلاثه وشكر الله سعاكم على كده ما بتتلبسش تاني. فبتيجي هنا للناس دي، الناس دي بتبقى يعني كونك ان انت تلبس هدوم براند باقل من ربع السعر وممكن حاجات تكون بالتيكت بتاعتها او ما اتلبستش اصلا او ممكن تكون اوت اوف ستوك من الستور نفسه، فدي فرصه كويسه قوي للناس ان هي ممكن تستفاد من حاجه زي دي. بس بنحاول ان احنا نكمل لفتنا، يعني في حاجات كتير قوي احنا مش عارفين نلاقيها علشان خاطر احنا لسه دخلت الصيف وكده، فالناس لسه بتفرض صيفي في حاجات صيفي وممكن الصيفي يكون غالي شويه دلوقتي علشان خاطر احنا لسه بس في البدايات، ولكن فيما بعد الاسعار بتقل عن ال 170 75. الاسعار دايما هنا في الوكاله بتبقى يعني مش هقول لك رخيصه بس بتبدا من اول 50 لحد 300 جنيه. يعني حاجه اللي هي ب 300 جنيه دي ممكن تبقى بالتيكت بتاعها وبراند البياع نفسه فاهم، فعشان كده هو مسعرها ب 300 فالزبون اللي بيدخل له بيبقى عارف ان هو يشتري الحاجه دي. الناس بتبدا ان هي تصفي الهدوم الشتوي اللي عندها حاليا. احلى مسا عليك. الناس بتبدا ان هي تصفي الشتوي خلاص، واحنا ما دخلناش محل حرفيا او شفنا اي حد فارش غير ان هو ممكن يقول لنا خلاص استنوا مثلا الاسبوع الجاي فرشه الصيفي نازله صباح الفل. صباح الفل. انتظرونا يوم الجمعه الجايه صيف. ماشي. زي ما بقول لكم دلوقتي كل الناس بتقول لك صيفي الاسبوع الجاي صيفي الاسبوع الجاي، فانا اصلا شايف دلوقتي مش متضايق ان الموضوع الصيفي قليل، ولكن الصيفي موجود. يعني الناس اللي محتاجه صيفي تبدا تنزل من دلوقتي وكل حاجه موجوده. خلاص اليوم شبه خلص، ما لفناش كتير، هو يعتبر بس شارع زكي السماك، فالناس لما تيجي تلف كويس بس احنا عشان خاطر خلاص سلام. متنساش لو الفيديو عجبك تعمل سبسكرايب وتعمل لايك للفيديو وشير مع كل اصحابك. سلام. اين انتم يا مواطنون؟
اين